أستاذ موساتي، أنا شخصيا متشوقة نعرف شنو قصة اللباس اللي لقاو هذه 120 ألف سنة. بحال ديما نبداو من الاول. حكاية كان يا ما نبداو كان. كان يا ما كان. اول حاجه السؤال كان شاطن العالم كما كنقولوا الباحثين في العالم ديما كيطرحوا السؤال فوقاش الانسان اخترع اللباس ولا بدا كيصاوب اللباس ديالو. أييه. والسؤال هذا كان مهم لمجموعه الاسباب. اول سبب ان غادي نعرفوا فوقاش الانسان قدر يواجه التحديات البيئيه وقدر انه يخرج من افريقيا لاوروبا والاسيا، لان حنا كنعرفوا ان الظهور الاول ديال الانسان كان في افريقيا، بحكم ان افريقيا عندها مناخ شويه معتدل او حار. اوروبا واسيا مناخها شويه بارد. اذا عرفنا فوقاش دار اللباس، فوقاش بدا كيصاوب اللباس ديالو، قدر يواجه الجليد ويواجه البرد الى اخره، غادي نعرفوا تغيرات فوقاش المناخية. انتقل، غادي نقدروا نديروا واحد لاكرونولوجي. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه ان فاش اخترع اللباس وبدا كيواجه البيئه، الامد الحياه طوال، المجتمعات كثرات. مهم. اذا حنا بدينا في التكاثر، يعني اكثر من اللي كان، بدات كتكون المجتمعات صيغه اكثر. الحاجه الثالثه واللي هي مهمه هو ان بدات كتبان الرموز، لان اللباس ماشي غير كنديروا من اجل البيئه، لا، كيرمز للطبقه الاجتماعيه اللي كنتميو ليها، كيرمز للمكان ديال المجتمع، يعني عنده واحد المجموعه ديال الرمزيات. مهم. هذا السؤال هذا كان شاطن العالم، وكانوا كيقلبوا. لقاو اللباس المنسوج اقدم ما كاين في اوكرانيا لحد الان، يعني مازال كيقلبوا، ولكن ديال الجلد ما لقاوش. 2021 غادي يبان الجواب. أقدم ملابس مصنعة من الجلد تلقات عمرها 120 ألف سنة. فين؟ في تمارة. في سمارة لقاوها. واحد الكهف سميتو كهف المهربين. أييه. هذا الكهف هذا كان في الخمسينات، لقاو فيه شي أثر ديال ما قبل التاريخ. بدات البعثات العلمية كتجي مرة. في 2007 واحد الفريق علمي أمريكي مغربي غادي يبدا الحفريات في هذا الكهف باش يزيد يكتشف شنو فيه. كان فيه علماء كبار، منهم السي عبد الجليل الهجراوي اللي هو استاذ في المعهد الوطني للعلوم والاثار والتراث، اللي كان كيمثل الفريق المغربي، وبالاضافه لشي كانوا يعني مجموعه الباحثين الامريكيين. مهم. من 2007 حتى 2021، تقريبا واحد 14 سنه ديال الاشتغال، عاد تبان النتائج. شنو غادي يلقاو؟ ان في فتره ما بين 120 الف سنه و 90 الف سنه الانسان عاش في ذاك الكهف، أييه. وتما بدا تعلم التقنيه او طور التقنيه ديال انه يسلخ، يعني كيشد واحد المجموعه ديال الحيوانات وكيسلخوا الجلد ديالها، على اللحم وداك ديالها. الجلد كيستعملوه في اللباس. واخا. دابا اللي مثير هو الطريقه باش تمت العمليه، كانت طريقه متقدمه بالنسبه لديك الفتره. حنا كنهضروا على 120 الف سنه، راه ماشي كنهضروا على 10 سنين ولا شنو اللي كان مميز انا فيها؟ نقول لك، اول حاجه لقاو 62 اداه عظميه، 62 اداه مصنوعه من العظم أييه. ومن الحجر. الوغ ديال الحجر مصنوعه بواحد الطريقه اللي كتخليهم انهم كيشقوا يعني الاطراف، يعني الرجلين واليدين، باش انهم كيسلخوا منهم، وديال العظم باش انهم كيسلخوا اللحم على الجلد، طريقة وكيضمنوا ان حتى شي حاجه ما ما تبقى تبقى. لاصقة في الجلدة. وكاين عاوتاني ادوات اخرى اللي كتسمى ديال الكشط، باش انهم كيرجعوا الجلد ناعم، بمعنى اننا حنا قدام واحد التقنيه فاش عاودوا في ديك التركيب الوقت راه ديالها. متطورة راه بزاف. 120 الف سنه، راه ماشي 10 سنين ولا 1000 سنه ولا 2000 سنه، كتهضروا على 120 الف عام. يعني ديك الانسان، الطريقه اللي كنتخيلوا الانسان الحجري، هذه الادوات راه بالحجر. اكثر من هذا واللي كان مثير للانتباه، غادي يلقاو اداه ماناش مصاوبه، من السن ديال الحوت العنبر. شنو كانوا كيستعملوها؟ كيصاوبوا، كياخذوا داك السن ديالو، يعني اصلا كانوا كيصيدوا بعض الحوت وكياخذوا السن ديالو كيصاوبوا بها واحد الاداه كتسمى المدقه، باش بها كيدقوا العظام، باش العظم كيتستوى. كيرجع بلا، باش به كيقدروا انهم يعزلوا اللحم على الجلد. هاد التقنيه هذه كيفاش هاد الانسان القديم قدر انه يصاوبها، كانت صادمه. ويعني كانت حدث كبير وسط العالم. طبعا ممكن علميا نكتشفوا من بعد، ولكن لحد الان اللي تلقى هو هذه القضيه ديال شنو كانوا كيشدوا. واللي كان مثير ماشي هو هذا، هو انهم فاش لقاو مجموعه ديال العظام، لان شي تم دراسه ديال التربه وديال العظام وديال الادوات، ما لقاوش الجلد، لان بحكم ان الجلد كيتحلل في التربه، ولكن لقاو الادوات اللي استعملت فيه، ولقاو العظام. فشنو لقاو؟ ان يعني كتسمى البقريات، يعني الحيوانات الكبيره بحال البقر بحال كذا، كتستعمل الاكل. لقاو فيها الاثار ديال يعني انهم كيقطعوا البلايص اللي فيها الكتل العظميه، مهم. الكتل اللحميه، كياخذوها يعني كيستعملوها على النار وكياكلوها. ولكن بحال الثعلب، بحال القطوط الكبار، القطط البريه، واحد مهم. المجموعه اللي فيها الفرو، اللي ما عندهاش غير الجلد، عندها الفرو، كتستعمل هي اللي لباس. كيستعملوها الملابس. كيشدوها التقنيه بحال ديال دابا، كيشدوها كيبداو من الرجلين، يعني كيشقوا الرجلين بالحجر، وكيدخلوا واحد العظام صابوهم بواحد الطريقه خاصه، وكيبداو كيفصلوا على اللحم كيديروا وكيشدوا، اللبسة ديالها. وكيدوزوا المره الثانيه عاوتاني وكيعاودوا كيرطبوا داك الجلد باش كيولي انه صالح للباس. وكاين ديال الصغار وديال الكبار، يعني على حسب الحيوانات المستعمله وعندهم. اذا دابا حنا هنا امام واحد التقنيه جد متطوره، مهم. واللي مثير هو ان نفس التقنيه استمرت الى يومنا هذا. يعني ما تبدل والو. ما تبدل، يعني حنا 120 ألف سنة مازال حنا متبعين امام نفس واحد التقنية. التقليد مستمر في هذه البلاد هذه. هذا شنو عطانا؟ اول حاجه فهمنا ان التقنيه كان تلقات في اوروبا وتلقات في بلايص اخرى في افريقيا.
ولكن تلقات من مور هذا الشيء، تلقات 45,000 سنة، تلقات 70,000 سنة، بمعنى أن رجعنا أن يعني الأصل الابحاث اثبتت رسميا ان أن اقدم أقدم لباس في مكاين في العالم العالم كاين في المغرب. وأن أقدم تقنية ماشي غير أقدم الباس، أقدم تقنية ديال لصناعة اللباس بس كاينه في المغرب. كانت في المغرب. وبالتالي الفرضيه اللي ولات شنو هي؟ ان من هنا تصاوب هذا اللباس هذا، وبناء عليه الفرضيه اللي كندير ان الانسان جبل يغود، يعني الانسان العاقل الى اخره، ان من هنا بدا الانتشار البشري في مجموعه المناطق، وخاصه ان واحد المرحله معينه المنسوب ديال البحر الابيض المتوسط غادي يهبط. اها. فالمسافه بين اسبانيا والمغرب كانت قربات، يعني تقريبا ولات اقل من 6 كيلومترات. مهم. واش اللي كيفسر ان مجموعه الحوايج اللي تلقات جينيا، مثلا مجموعه الحيوانات او الى اخره، مثلا جينيا تثبت ان الاصول ديالها مغربيه، تلقات في تلقات في الضفه اسبانيا الاوروبيه. اذا من هنا بدا الانسان صوب هذا كيلبس. اللباس هذا اللي كيواجه به التحديات البيئيه، واللي كيخرج به كينتشر في العالم. كاين واحد العرف حاليا عند علماء الاثار في العالم اها. كيقول لك لا يمكن فهم تاريخ البشريه دون لما فهم تجي تاريخ المغرب، لانهم كيعتبروا حلقه اساسيه باش في نفهموا التطور تاريخ البشري. البشريه. يعني كاين عرف، وحنا غنفهموا معاك تاريخ الانسانيه كنحاول وتاريخ البشريه اكيد في حلقات مقبله، اكيد نفهموا كيفاش كان تاريخنا، نعرفوا منين حنا جايين باش نقدروا باش نعرفوا حنا شكون نفهموا تماما، حقيقه ونستمروا. وباش نفهموا حتى لان هذا عرفتيني علاش كيأشر واحد القضيه، هو المهاره التكنولوجيه. يعني انك الانسان في ديك الوقيته عنده الحرفه ان بدا عنده الخاطر وعنده الحرفه انه يشد الحجر ويشد الحوت وياخذ الناب ديالو وياخذ الحجر ويركب واحد الاله ويجيب الحجر ويدقو ويجيب العظام ويقادو ويجيب عاد الحيوان اللي مثلا كان الاتقان. يعني كاينه تقنيه بعدا، وكاين واحد لا فيزيون، كاين واحد الرؤيه، عارف واش باغي يدير وعارف كيفاش يستغل الموارد ديالو. الانسان عايش في كهف، لقاو في كهف في سمار، يعني تقريبا بعيد على البحر بحوالي 250 متر، باش بعيد على البحر. يعني الانسان عايش في كهف، عارف ان الموارد اللي عنده محدوده، خاصو يحمي راسو من البيئه، خاصو يضمن الاستمراريه ديالو، خاصو يلبس، خاصو يدير واحد المجموعه د الحوايج. فكيفاش انه من الحجر اللي عنده، من العظام اللي عنده، من داك الشيء كله كيطور حياته وكيصاوب حياته. والتقاليد هذه هي اللي بقات في الثقافه المغربيه، كيفاش انني كناخذ من البيئه المحيطه ديالي وكنخلق من البيئه المحليه ديالي وكنقدر نستمر في العيش. شكرا لك بزاف استاذ موساتي، واكيد مرقنا غادي تجدد في حلقات مقبله. منيا شرفتينا ايضا بحضورك. مشاهدينا الكرام، الحكايه مازال مستمره ان شاء الله على القناه الاولى اسرتي. تلقاو الاسبوع المقبل حلقات جديده ومواضيع جديده كيف العاده، في انتظاركم. نتمنى لكم نهايه اسبوع طيبه فيما كنتوا كتابعونا. تبقوا على خير على الاولى.